السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعضينا كيكة باردة وجميلة وسهلة، ومش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود، وهيحبوها ولادك وانتوا كمان هتحبوها. ويلا بينا قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف المكونات وطريقة التحضير بتاعتنا. واول حاجة معانا بتكون بيضة واحدة ومعاها صفارة بيض، وكمان هنحتاج كيلو الا ربع من اللبن ونص كوباية من السكر، وكمان هنحتاج كميات متساوية من الدقيق والنشا، وكمان هنكون مجهزين 5 مكعبات من الزبدة و3 حبات من الكيكة الجاهزة المغلفة اللي بتكون بتتباع في السوبر ماركت. دي طبعا البطل بتاع الكيكة بتاعتنا، حاجة جميلة جدا وبتسهل عليك طريقة الكيكة اللي احنا هنعملها. وأول حاجة معانا بنحط البيض، وبعدين بنضيف معاه السكر، نص كوباية من السكر، وبنبتدي ان احنا نقلبهم كويس او نضربهم كويس بالمضرب لحد ما نشوف خلاص كده البيض والسكر اختلطوا كويس جدا مع بعض ومفيش اي تكتلات. احنا طبعا بنعمل كده وبنضرب البيض مع السكر على البارد، احنا لسه ما حطيناش اي حاجة على النار. زي ما انتم شايفين انا بضربها كويس جدا لحد ما يكون ما فيهاش اي تكتلات. بعدين ضفت الدقيق والنشا مع بعض وفضلت برضو اقلبهم لحد ما يختلطوا مع بعض. بالنسبة للدقيق والنشا دول 3 معالق من الدقيق كبار و3 معالق من النشا كبار حراميين يعني. تمام، ولازم طبعا اخلطهم كويس زي ما انتم شايفين او اضربهم كويس جدا زي ما انتم شايفين لحد ما يدوبوا مع بعض، وبرده ما يكونش فيهم اي تكتلات. وبعد كده ببتدي ان انا اضيف كمية من اللبن، وابتدي ان انا اضربها كويس جدا لحد ما احس ان خلاص ملمسها بقى كريمي وناعم، لان لازم طبعا الكريمة دي تكون ناعمة وملمسها كريمي. بعد كده برفعها على النار وببتدي اخلي النار بتاعتها متوسطة او فوق متوسطة شوية، وببتدي انزل باللبن حبة بحبة، وطبعا اقلب على طول عشان ما يحصلش معايا اي تكتلات لحد ما تبتدي تغلي الخليط اللي معانا او يغلي شوية. ما نسيبش خالص ابدا الحلة، ولازم نفضل نقلب فيها وننزل باللبن حبة بحبة علشان الكريمة بتاعتنا تطلع ناعمة وكريمي كده وجميلة جدا. وزي ما انا قلت لكم لازم تقلبوا فيها لحد ما توصل للغليان. شايفين اول ما بتبتدي تسخن وتدخل على الغليان يبتدي شكلها يبقى كده وقوامها بيكون كده. اول ما المضرب يعمل في الكريمة علامات كده هي خلاص بتكون جاهزة. وخلاص انا بقفل النار عليها وببتدي ان انا اضيف الزبدة، مكعبات الزبدة اللي معانا. وطبعا هي الزبدة لوحدها بتدوب من حرارة الكريمة. وزي ما انتم شايفين انا بقلب كويس جدا برضو لحد ما الزبدة تدوب خالص وتختلط مع الكريمة اللي احنا عاملينها. يا جماعة بالنسبة للقوام لازم يكون مظبوط زي ما انتم شايفين كده، لا تقيل ولا خفيف، يعني حاجة كده مظبوطة. وكمان بنضيف رشة من الفانيليا وبنقلبها كويس جدا برضو لحد ما تختلط مع الكريمة اللي احنا عاملينها. وبعد كده بجيب البولة وبفضي فيها كل الكريمة اللي معايا، بضيفها في البولة وبخليها شوية لحد ما تبرد. لازم تبرد يا جماعة شوية. وبعدين بجيب الكيكة بتاعتنا الجاهزة، وهبتدي ان انا اقطع الكيكة لشرايح سميكة زي ما انتوا شايفين، وهقطع ال3 كيكات اللي معايا بنفس الطريقة. طبعا بعد ما بقطع بحطهم في الطبق لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا من الكيكة. يلا بقى لو وصلت معايا لحد هنا لحد المقطع ده يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير للقناة وتعليق جميل منك. ويلا بينا نرجع تاني للوصفة بتاعتنا. وبعدين جبت الصينية وابتديت ان انا ارص الكيكة بطريقة متساوية زي ما انتوا شايفين لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا من الكيكة، وما خليش اي مكان فيه فراغات، يعني عاملة الصينية بالكيكة اللي معايا ويطلع شكلها زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي معانا بعد كده بنعمل تشريبة للكيكة، وبنستخدمش فيها لبن كتير، يعني حوالي 3 معالق من اللبن. اللبن ما بنكونش ضايفين عليه سكر. تمام كده. وبعدين بنضيف طبقة الكريمة اللي احنا عاملينها فوق الكيكة، وبنسويها زي ما انتوا شايفين كده، بنخلي شكلها متساوي وتطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. والخطوة اللي بعد كده بنغطيها ونشيلها في التلاجة لمدة 3 ساعات او 4 ساعات. وقبل التقديم هنعمل مع بعضينا صوص الشوكولاتة او طبقة الشوكولاتة اللي احنا هنحطها من على وش الكيكة. اول حاجة هنعملها هنحط 3 معالق من اللبن ونضيف معاها معلقة من الزبدة ونرفعها على النار،
وبعد كده بنضيف كوباية إلا ربع من الشوكولاتة، أي نوع شوكولاتة عندك ممكن تستخدميه. وبنضيف الشوكولاتة طبعا بعد ما نزلنا اللبن من على النار، وبنبتدي نقلبها كويس جدا لحد ما تدوب وتوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلاص انا طلعت الكيكة من التلاجة، بردت وبقت جميلة. وببتدي ان انا احط عليها صوص الشوكولاتة او طبقة الشوكولاتة بتاعتنا اللي احنا عملناها. بنحط كل الكمية اللي معانا من صوص الشوكولاتة، وبنبتدي نفردها ونوزعها كويس على وش الصينية زي ما انتوا شايفين. وبالشكل ده بنكون خلاص خلصنا الطبقة الأخيرة بتاعت الشوكولاتة اللي بتكون على الوش. الكيكة دي جميلة جدا، يعني من أجمل الكيكات الباردة اللي أنا جربتها وعملتها. بصراحة جميلة جدا، عجبت الأولاد، سهلة وسريعة متاخدش وقت، وكل المكونات بتاعتها بسيطة وجميلة. وهنا قلت أدلع الكيكة شوية، وكان عندي في البيت شوية مكسرات قلت أحطهم من على وش الكيكة كده، يدوها شكل حلو وبرضو قيمة غذائية. وبالنسبة لخطوة المكسرات دي اختيارية، لو مش حابة انك تحطيها عادي خالص استغني عنها، او ممكن مثلا تبدليها بأي شيء تاني انت بتحبيه. انا بديكي الفكرة وانت اعملي اللي انت حباه. وكده الكيكة بتاعتنا خلاص جاهزة وخلصت، ولو حابة تحطيها شوية في التلاجة حطيها، ولو مش حابة وعايزة تقطعي منها على طول مفيش اي مشكلة عادي برضو، جميلة جدا. بس لما بتحطيها في التلاجة بتكون باردة واجمل بكتير طبعا. ما شاء الله الكيكة كلها طرية وجميلة، وطبقة الكريمة والشوكولاتة اللي احنا عاملينها مش مسكرة قوي، وطعمها جميل جدا. شايفين يا جماعة جميلة ازاي وطرية، وانا بقطعها بالشوكة جميلة جدا. مهما اوصف لكم جمالها وطعامتها مش زي ما تعملوها وتجربوها. شايفين جميلة، بسم الله ما شاء الله. جربوها وقولولي ايه رأيكم. وخلاص الفيديو بتاعنا خلص والوصفة خلصت، ويا رب اكون فدتكم وتكون الوصفة عجبتكم ان شاء الله. ولو اول مرة تشوفيني، دي قناة اكلات وتكات لبنى، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك. ولو حابين تشوفوا ليا وصفات كتير انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد.